وزي ما الشاعر بيقول: سألت النساء والرجال عن علاجي فقالوا في الشاي. بجد شاي من كتر ما هو مشروب سالك ربنا رزقه حب الناس. يا اخي الشاي ده ادمان بجد. فالفيديو ده عن الشاي. Walk in the room like I'm Vincent Kennedy. A does it. يعني يا صديقي، اللي يخليك تحب الشاي اكتر من اي مشروب تاني فهو اولا السعر. يعني لو انت غني ولا فقير هتعرف تشرب شاي عادي. تفرقنا الدنيا ويجمعنا كوبان من الشاي. حتى بص، بعيدا عن انه بيقضي على العنصرية، كمان بيقف جنبك في اي وقت. مبروك نجحت، اشرب شاي. يخرب بيتك سقطت، اشرب شاي. انا بعترف لك اني بحبك، فكك اشرب شاي. بص يا ابني، وصيتي هي: استنى يا حاج، اشرب شاي. انت بتشتمني؟ ده انا مش مهم، اشرب شاي. ثم تنهد وقال: اشرب شاي. لنفترض مثلا انكم عائلة كريمة قاعدين في امان الله، طب عليكم ضيوف، هتعمل ايه؟ اولا، محدش يفتح وتعملوا مفيش حد هنا. ثانيا، هتأكلوهم من المحشي بتاع امبارح. ثالثا، هتنط من البلكونة. رابعا، تعمل طقم شاي. وانت اخترت الخيار الرابع، فمبروك، روح اقتل نفسك. الشاي بيتعمل بسرعة، سواء بقى على البوتاجاز ولا في الكاتل. هو 5 دقايق بالكتير تكون المية سخنت ولقمت الكوبايات وبس تدي طقم الشاي للضيوف. الشاي اصلا بيشرب في اي وقت: اول ما تصحى، قبل ما تاكل، بعد ما تاكل، انت وبتذاكر، قبل ما تنام، انت وقاعد في الاوضه لوحدك بالليل بتكلم نفسك وبيتعامل زي المجنون شارعكو. انت متوحد وعندك جفاف عاطفي ونفسك في حضن في الساعه دي، كوبايه الشاي تظبط لك الكلام وتديك دفى كلي. عندك صداع وجربت كل انواع المسكنات، امشي مع الوصفه السريه دي. في كوبايه هتحط معلقه شاي، معلقتين ونص سكر، تحط عليهم الميه المغليه وتقلبهم. بس شاي تقيل اقوى من اي علاج، ظبط لك دماغك. بس كده، ده فيديو سريع عملته يبرر فيه حبي للشاي من غير اي هدف. سلام.